للأسف المصريين شافوا شوية حكام زي العسل من دولة المماليك، فكان كل واحد بيطلق على نفسه لقب ملوش علاقة بطبيعته ولا صفاته خالص. يعني مثلا تلاقي واحد سمى نفسه الملك العادل. الراجل دوت مصر ما شافتش في ايامه اي نوع من انواع العدل تماما، يعني كان بيعوض النقص بتاعه. تلاقي مثلا ملك مسمي نفسه الملك الظافر، مع ان لما تشوف تاريخه تلاقيه ما انتصرش في ولا معركة، كل معركة يخش ياخد على قفاه ويسكت. وتلاقي واحد اللي هنتكلم عنه النهارده اللي هو اسماعيل بن الناصر قلاوون، ده ولد من ولاد محمد ناصر بن قلاوون. محمد ناصر ده كان راجل عظيم كبير فعلا، والمصريين كانوا بيحبوه لدرجه ان كل ما يسيب الحكم المصريين يعملوا ثوره عشان يرجعوه. لكن ولاده كانوا خيبانين شويه، منهم اسماعيل اللي هتكلم عنه دلوقتي. اسماعيل ده بقى سمى نفسه الملك الصالح. اهو الملك الصالح دوت حياته كلها كانت فساد في فساد. كان الراجل يطلع كده على سرياوس والجيزه، المناطق الخضراء، يتمشى هناك، كان بياخد معاه اكتر من 200 ست ما تعرفش هيعمل بيهم ايه. كان بياخد معاه رقصات وجواري ومطربين يقعدوا يغنوا له طول ما هو ماشي. كان عايش حياة الطرف، وكان دايما سكران. كان يجيب النبيت الاحمر كده يقعد يشرب منه، ويجيب ناس مخصوص تعمله له. ظهر بعض العادات السيئة في عهد عم اسماعيل دوت. يعني مثلا عمل ديوان مخصوص اسمه ديوان المعلوم. ايه المعلوم دوت؟ اللي هو الرشوة. يعني انت عايز وظيفة تروح تدفع رشوة عشان تاخد الوظيفة. عايز تمسك حاجة، عايز تاخد ارض، عايز تاخد حاجة مش من حقك او حتى حاجة من حقك، كان لازم تدفع رشاوي. وفي ناس وصلت لمناصب كبيرة جدا بسبب الرشاوي ديت. والمصريين عرفوا طريق الرشاوي وسكة الرشاوي في عهد الراجل الصالح. عادة تانية من العادات السيئة اللي ظهرت في عهد الراجل دوت وهي ضرب النقود او ضرب الفلوس. وفي المتحف الاسلامي موجود لحد دلوقتي، لو رحتوا هتلاقوا 18 قطعة نقود مضروبة من ايامه. يعني كان بيضرب النقود وكان شغال تجارة فاسدة. اهو ده الراجل سمى نفسه الملك الصالح، وهو حياته لم ترى صلاح ابدا. بس التاريخ ما بينساش وبيفضل ذاكر كل واحد وميزاته وعيوبه. لو انت عايز بقى تعرف على قصص حلوه زي ديت والناس الجميله اللي مسكتنا فتره من الفترات، تابعني في برنامج حكايتنا وانت هتستمتع بكل القصص الجميله دي. وبقى تعالى لي على اليوتيوب، تعالى مش هتتعب، هتلاقي شويه قصص وحاجات حلوه كده. سلام عليكم.